هل الذكاء الاصطناعي هياخد شغلك فعلا ولا لا؟ الاجابه مش بالبساطه اللي انت ممكن تكون متخيل. ناس كتير شايفه ان الذكاء الاصطناعي على قد ما هو مفيد جدا على قد ما هو فعلا هيقعد ناس كتير في البيت. هل ده حقيقي؟ ده حقيقي. طب هل دي حاجه وحشه؟ خلينا نشوف. بس لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. خلينا ندخل في الموضوع، بس عشان اوضح لك اللي بيحصل دلوقتي بالظبط محتاجين نرجع بالزمن لورا شويه. سنه 1760 كانت بدايه الثوره الصناعيه في اوروبا. اول مرحله. ليه بقول لك اول مرحله؟ عشان في مراحل تانية. يعني ايه ثوره صناعيه؟ يعني ببساطه بقى في مصانع، بدل ما كل الصناعات كانت بالايد، بعد ما بقى في مصانع وبقى في مكن بيعمل حاجات، في حرفيين وناس كتير قوي كانت شغاله بايديها خسرت شغلها، في حرفيين كتير وناس كتير قوي في وظائف مختلفه خسروا شغلهم. رغم كده الثوره الصناعيه ساعتها طلعت شغلانات ما كانتش موجوده قبل كده، زي مهندسين الميكانيكا وفنيين الميكانيكا، زي عمال مناجم الفحم اللي كانت مصدر كبير للطاقه ساعتها، وطبعا عمال المصانع اللي بيشتغلوا على المكن. ويجي بعد حوالي 100 سنه، سنه 1870 الثوره الصناعيه الثانيه اللي بدانا نشوف فيها حاجه اسمها خطوط اوتوماتيك. المكن بقى بيعتمد على نفسه علشان يطلع المنتج النهائي اكتر ما بيعتمد على البشر، فبالتالي حتى عمال المصانع عددهم قل كتير، ففي ناس كتير خسرت شغلها. وساعتها برضو ظهرت وظائف جديده في هندسه الميكانيكا وهندسه الكهرباء وفنيين الكهرباء، بقى في توجه مختلف شويه. ويجي برضو بعدها بحوالي اقل من 100 سنه بشويه الثوره الصناعيه الثالثه اللي هي عامله ازاي؟ اللي هي طلع فيها حاجه اسمها كمبيوتر، خسرت ناس كتير قوي شغلها المره دي. ومش بس في طبقه العمال، الموظفين كمان اللي كانوا بيقعدوا على مكاتب دول كمان خسروا شغلهم، علشان ببساطه اللي كان بيعملوا 10 15 واحد بقى يعملوا واحد بكمبيوتر. وساعتها برضو في وظائف جديده اتخلقت زي البرمجه وهندسه الكمبيوتر وهندسه الالكترونيات وفنيين الالكترونيات وكل الحاجات اللي في الاتجاه ده. قبل ما نخش على الذكاء الاصطناعي انا عايزك تشوف النمط بتاع اللي حصل ده، الباترن اللي حصل اللي احنا متوقعين ان هو يحصل زيه بالظبط الفتره الجايه. اللي حصل في كل الثورات الصناعيه دي ان كان بيحصل تطور صناعي. التطور الصناعي ده خلى الناس محتاجه تشتغل على مهارات مختلفه ما كانتش عندها قبل كده، مهارات ذهنيه تبعد عن اللي كانت بتعمله بالايد، علشان اللي انت كنت بتعمله بايدك وبتبذل فيه مجهود المكنه بقت بتعمله دلوقتي ادق واسرع واحسن، فخلاص اللي انت بتعمله على الارض للاسف ما بقاش ليه قيمه. طب مين اللي بقى لهم مكان؟ اللي اشتغلوا على المهارات الذهنيه اللي مش هيحركوا فيها ايديهم، اللي هيشغلوا فيها الاله، اللي هيصلحوا فيها الاله، اللي هيبرمجوا فيها الاله. بقى واحده واحده خلاص التوجه ان بقى الانسان عموما بيبعد عن شغله بالايد وبقى يشتغل بدماغه، لحد بقى ما وصلنا للثوره الصناعيه الرابعه اللي احنا بنعيشها حاليا. الثوره الصناعيه الرابعه مش هتختلف كتير عن اللي حصل في اللي قبلها. اللي بيحصل دلوقتي ان احنا لقينا الذكاء الاصطناعي بيهدد شغلانات كتير جدا وبيحسس ناس كتير ان هم خلاص ما بقالهمش لازمه. هل ده حقيقي؟ هل هو بيهدد فعلا شغلانات كتير ولا لا؟ طب ايه الشغلانات اللي هو بيهددها؟ طب بيهددها في خلال قد ايه؟ خلينا بقى نعرف مع بعض. نقدر نقسم الشغلانات اللي هتتاثر بالذكاء الاصطناعي لثلاث اقسام. اول قسم شغلانات فعلا هتختفي خالص من الوجود، هيحل محلها الذكاء الاصطناعي، وده بان جدا من حوالي سنتين لما شركه اي بي ام قفلت التوظيف نهائيا، ومديرها التنفيذي ارفيند كريشنا قال ان احنا وقفنا التوظيف علشان في حوالي 7800 وظيفه نقدر نحل محلهم بالذكاء الاصطناعي. فده قسم تاني شغلانات الذكاء الاصطناعي هيعطلها شويه او هيغير في ملامحها. في الاخر لو انت بتشتغل الشغلانات دي هتبقى بتحتاج تشتغل بالذكاء الاصطناعي عشان تعرف تشتغلها بكفاءه ويفضل ليك مكان. وفي بقى قسم ثالث، دي شغلانات جديده ما كانتش موجوده خالص الذكاء الاصطناعي هيطلعها. طب ايه بقى الثلاث اقسام دول؟ خلينا نشوفهم واحده واحده. الدراسات اللي حصلت على الموضوع ده الفتره اللي فاتت قالت لك ان الوظائف اللي الذكاء الاصطناعي هياخد مكانها هي الداتا انتري او ادخال البيانات، الكاشير، الكول سنتر، والوظائف الاداريه الروتينيه اللي هي بتعمل بقى اي شغل ورقيات او اي حاجات روتينيه ما فيهاش تفكير قوي. يا ريت بعد ما تعرف كل حاجه ما تقفلش على طول عشان في كلمتين مهمين قوي محتاجين نتكلمهم مع بعض في الموضوع ده. طيب الدراسات قالت بقى على ايه الوظائف اللي هتنمو مع الذكاء الاصطناعي او هتبقى محتاجه الذكاء الاصطناعي معاها. اي حاجه ليها علاقه بالماشين ليرنينج او تعلم الاله، البرمجه، تحليل البيانات، الداتا اناليسيس، سايبر سكيورتي، الامن السيبراني، مجالات هندسيه كتير، وتقريبا كل الكرييتيف فيلد. يعني ايه كرييتيف فيلد؟ يعني التسويق وكل ادواته، التسويق بقى والتصميم والفيديو اديتنج وكل الحاجات دي. كل الحاجات دي الذكاء الاصطناعي هيخلي ليها شكل مختلف، وبعد فتره هيبقى عدم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها تاخر، تبقى زي اللي كان مصمم ما يتعلمش استخدام الكمبيوتر لما بقى فيه كمبيوتر. طب ايه بقى الوظائف اللي هتظهر؟ علشان الموضوع ده مسلي جدا. حاجه اسمها برومبت انجينيرز او مهندسين الاوامر بتاعه الذكاء الاصطناعي اللي بيتعاملوا معاه، مدربين ذكاء اصطناعي يدربوا الناس ازاي يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي. حاجه اسمها AI ethics specialists، متخصصين اخلاقيات الذكاء الاصطناعي علشان يعرفوا يتحكموا في اخلاقيات الذكاء الاصطناعي وهو بيتعامل ازاي. وحاجه اسمها human machine interaction designers، كلمه كبيره كده بس هي معناها يعني مصممين العلاقه ما بين البني ادم والاله او البني ادم والذكاء الاصطناعي. وشغلانات زي دي تقدر تلمسها قوي في المجالات المهمه والحساسه زي الطيران والمستشفيات والقياده الذاتيه بتاعت العربيات. الحاجات دي ما ينفعش يبقى فيها اخطاء، فلازم يبقى في ناس تصمم العلاقه ما بين الذكاء الاصطناعي والشخص اللي بيستخدم الاله دي. الكلام ده بقى كله هيحصل امتى؟ بناء
بناء على الدراسات اللي قالت كل الحاجات دي، الكلام ده هيحصل خلال 5 سنين من سنه 2023، يعني هيحصل خلال الثلاث سنين اللي احنا فيهم دول. طيب دي الدراسات اللي فعلا كلامها موثوق جدا ومنطقي جدا. انا بقى عايز اقول لك ايه، بما ان احنا بنتكلم عربي والفيديو ده عربي وغالبا اللي بيتفرج عليا شخص عربي، فاللي عايز اقوله لك ان احنا في وطننا العربي الموضوع مختلف شويه. الثورات الصناعيه اللي احنا جبنا سيرتها من الاول دي كانت طالعه من اوروبا، وفي تطور كبير قوي حصل في امريكا كمان. التطورات دي كلها لحد ما وصلت لنا اخذت وقت كبير، بغض النظر ان التطور الحالي او الثوره الصناعيه الرابعه او الذكاء الاصطناعي اصلا في تحديات كتير قوي بالنسبه للدول المتقدمه وبالنسبه للمؤسسات الكبيره، علشان مهما كان هو متقدم ومتطور لسه مش واصلين لان هم متمكنين من فكره ان احنا هنقدر نوفر بالذكاء الاصطناعي قدام الناس الكتير اللي احنا هنبطل نشغلها في الشغلانات التقليديه. لسه الموضوع ده واخد وقت شويه، غير كده بقى هو لسه هياخد وقت كبير على ما يوصل لك في الوطن العربي. طب كل الكلام اللي احنا قلناه ده مش صح؟ لا هو صح وهيحصل، حتى لو اخد وقت هو هيحصل وهيوصل برضه الوطن العربي. فحتى لو انت يا سيدي مش هتتاثر دلوقتي او الكام سنه دول، انت هتتاثر بعدين. ولو انت محتاج تعلي قيمه نفسك في السوق او تشتغل شغلانه احسن او تعيش حياه احسن، فانت بقيت عارف انت المفروض تشتغل على ايه. انت المفروض تشتغل على الحاجات اللي هتخليك تشتغل اقل، المفروض تشتغل على فكره ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي او تتعلم ذكاء اصطناعي. خلي بالك في فرق، تستخدم الذكاء الاصطناعي يعني تستخدم تشات جي بي تي والتولز او الادوات بتاعت الذكاء الاصطناعي بشكل عام. تعلم ذكاء اصطناعي يعني تعرف تتعلم مهارات الذكاء الاصطناعي نفسها، البرمجه، هو البرمجه بتاعتها ازاي بتشتغل وازاي تقدر تشتغل في المجال ده اصلا. انت كده رحت حته تانية خالص. الخلاصه اللي انا عايز اقولها لك ان انا بشوف في ناس كتير شايفه ان الذكاء الاصطناعي حاجه وحشه جدا وحاجه لا نتجنبها وجاسوسيه وكلام كتير شبه كده، وانا ما اقدرش اقول لك لا، انا ما اقدرش اقول لك ان هو ما فيهوش جاسوسيه خالص او انت معلوماتك كلها في امان او كل حاجه تمام. بس اللي انا متاكد منه واقدر اقوله لك ان انت لو ما استخدمتوش وما حاولتش تتعامل معاه شويه وهتلاقي نفسك متاخر، زي اللي فضل متمسك بفكره ان هو يستخدم ورق واقلام بس وما يستخدمش كمبيوتر في حياته. بعد كده خلاص ما بقالوش مكان في السوق. فمش لازم توصل لحته ان انت خلاص مالكش مكان في السوق وانت بقى محتاج تشتغل على حاجه دلوقتي علشان ترجع مكانك تاني. حاول تسبق الموضوع ده بخطوتين ثلاثه. انت عارف دلوقتي اهو قبل ما اي شغلانات تتاثر، اشتغل على نفسك وحاول تحسن من مكانك من دلوقتي علشان تكون جاهز لو اي حاجه اتاثرت. وحتى لو مفيش حاجه اتاثرت يا سيدي هتبقى جاهز ان انت تبقى في مكان احسن بفلوس احسن بعيشه احسن. لو انت بقى مكمل الفيديو لحد دلوقتي اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك، يا ريت تشترك في القناه كمان لو انت لسه ما اشتركتش، وشكرا جدا ان انت اتفرجت كل ده وبس كده. سلام عليكم.